ورحمة الله وبركاته. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أفضل الخلق. النهارده جايلكم فيديو جديد. احنا النهارده ولا في مطاعم ولا عند وزة ولا هندوق أي حاجة ولا في البيت هنصور ولا عند أي حد. أنا النهارده جايلكم تجربة يعني صغنطوطة خالص. طبعا ده بصوا جايلكم بشامبوهات وشبش. طبعا هتستغربوا طبعا عشان انا جايه اقول لكم لو حد شعره بيتساقط او خشن او وحش. طبعا هاتوا الزيتات ده. طبعا تعالوا اعرفكم اول حاجه على ده، عشان ده بعد الاستحمام بنحط يعني لما نيجي نستحمى لازم اول حاجه لما نيجي نستحمى بس ما نحطوش اول ما يجي كده وخلاص، لا لازم اول ما نستحمى. طبعا ده شكله من جوه ما هتوشم ريحته. طبعا يا جماعه ده بتاع لما نيجي نستحمى بنحط منه. على شعرنا كده. نيجي نستحمى نحطه، بعد كده نسيبه نعمل كده كعكة ونقعد شوية كده، او ممكن نخرج بره بعد كده نروح تاني نعمل شعرنا نفكه ونعمل. فطبعا ده بقى بيخليه ناعم رقيق ما بيتساقطش. وده بقى سيبه 5 دقايق او 10 دقايق اهو. دي العلبة بتاعتهم. طبعا العلبة هتكون شبه بعض عشان هما جايين من نفس المحل. طبعا ده بقى بعد ما نخلص بنسيبه ينشف شعرنا بعد ما عملنا 10 دقايق وكده، نسيبه ينشف خالص. بعد كده نسرحه نحط ده كده ونحطه على شعرنا اهو كده اهو، ونحطه على شعرنا هيدي درجة جميلة. بعد كده نسرحه بس ما ينفعش يتبل. بعد ما نسرحه ما ينفعش يتبل خالص. لازم ننام الاول بيه، بعد كده نصحى عايزين نستحمى تاني نحط منهم. طبعا ده كده اسمه نفس اللي مكتوب في العلبة بالظبط اهو. بصوا الفرق ما بينهم، ده الفرق. طبعا ده بتاع الاستحمام قلنا عشان لو حد نسي، وده قلنا بتاع الشعر. طبعا اشوفكم بقى في تجربة جديدة. لايك شير وسبسكرايب. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل فيديو انزله وتكونوا اول ناس تشوفوه. وسلام، توحشوني، باي باي.